بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. سلام البنات، مرحبا بكم معايا في هاد فيديو جديدة نتمنى انها تنال اعجابكم. اليوم جيتكم بواحد التحلية فريمون بنينة، نتمنى انكم كامل تجربوها وما راكمش رايحين باذن الله تندموا عليها. اول حاجه جبت هنايا اشواغ، حطيت فيها باكي تاع الكاطو. انا استعملت هذا اللي بالقمح الكامل، فيه واحد البنه خير من هذاك الكاطو نورمال، ولا غير فيه واحد البنه ما شاء الله، شغل يجيكم بواحد الحلاوه رائعه. نتمنى انكم كامل تجربوا بهذا الكاطو خير من الكاطو هذاك النورمال تاع الفاني. كيما راكم تشوفوا هنا كنت درت باكي نتاع هذا الكاطو اللي بالقمح الكامل، كنت طحنته هكذا في الاشواغ ولا تقدروا تكسروه هكذا كيما حبيتوا. كنت طحنته ودرت له هكا حتى 3 كويار هكذاك تاع المارغرين، كنت ذوبتها كيما راكم تشوفوا ورديتها شغل رديته مرمل كيما نقولوا، يولي مرمل كيما الصابلي هكاك. بعد ما خلطتو كديروا هكذا كره في يدكم راهي رايحه تحكم روحها. بعد درت هذاك الكاطو اللي كنت درت له المارغرين، كنت حطيته في ليفيرين كيما راكم تشوفوا، كيما تقدروا ديروه في الكيسان كيما حبيتوا ديروه كيما راكم تشوفوا، ولا تقدروا ديروه حتى في الساخسو يعني ديروها خبزه كيما تشيز كيك كيما راكم تشوفوا. كنت انايا درتهم كامل في ليفيرين وحطيتهم تكوتي. من جهه واحده اخرى كنت جبت كسرونه، كنت درت فيها كاس نتاع الحليب. من بعد هنا درت هذا باكي تاع الفلون نواره بذوق الكراميل. شوفوا بذوق الكراميل راهي رايحه تجيكم بنينه، اصلا اسمها تحليه الكراميل. هنا انا استعملت باكي كي عبرتو جاوني 3 كويار، كاين اللي يشرو هذاك تاع الميزان يجيكم 3 كويار. كنت درت عليهم هنايا مغرفه نتاع السكر، كنت زدت عليهم تانيك مغرفه نتاع المايزينا وخلطتهم مليح باش حطيتهم فوق النار. وهنايا فوق النار كي تحطوهم على النار تكون شويه قليله. انا هنا من بعد نقصت لها غير كي شعلتو، شوفوا راني نقصت لها وتخلطوا بشويه، راكم تخلطوا ما تغفلوش عليه باسكو راه رايح يلصق. هنايا بعد ما تعقد لنا شوفوا كيف ولات كخام، تبقاو تخلطوا حتى تولي هكذا كخام. بعد ما تتقالي لكم شويه هنايا لا تيكستور كاين اللي يحبها ليكيد بزاف، انا ما نحبهاش ليكيد. بعد ما تقالت لي نحيتها من فوق النار، درت لها هذه بطاطا تاع ياغورت بالكو تاع الكراميل كما تقدروا ديروا دانيت. انا هذا اللي كان متواجد عندي بباطا ياغورت تاع الكراميل كيما راكم تشوفوا. خلطتها تري بيان. من بعد تشوفوا لازم تخلطوها مليح. من بعد جبت هنايا سالادي صغير وكنت حطيت فيه هذيك الكراميل هذيك لاكريم اللي كنت خدمتها كما راكم تشوفوا، ودرت لها بابي فيلم وحطيته كونتاكت، لازم يكون كونتاكت مع هذيك لاكريم باش ما يديرلكمش هذوك التشققات باسكو تنشف. هنا دوكا انا نسحقها بارده، تسمى تخلوها هكداك راهي رايحه ديرلكم هذاك البابي فيلم راه رايح ديرلكم داك الندا وتتشمخ لكم تولي فيها الماء، لازم يكون كونتاكت مع هذيك لاكريم كيما راكم تشوفون. بعد كان هنا بعد ما جمدت لي خليتها حتى بردت مليح في غردها. من بعد جبت هنايا بالباتور وشوفوا كيف بديت نخلط فيها، سما تحلوها تري بيان وراهي رايحه تجيكم واحد التحليه فريمون بنينه. بعد ما خلطتها شويه حليتها، كنت زدت عليها نص كاس نتاع الشونتيي، الكاس اللي عبرت به الحليب هذاك هو اللي عبرت به لا شونتيي. كنت درت شويه كنت درت نص كاس تاع لا بودر شونتيي كيما راكم تشوفوا، وكنت طلعتها تري بيان هذيك الشونتيي مع هذيك لا كريم تاع الكراميل اللي كنت وجدتها معكم وشفتوني. كيما راكم تشوفوا هنا خلطتها تري بيان ولات هذيك لا كريم ليس وتجي فيها واحد البنه وديك الريحه تاع الكراميل. واش نقولكم، نتمنى انكم تجربوها. شوفوا هنا حبيت نقلبها لكم باش تشوفوا بلي راهي تجيكم ثقيله ماهيش راح تحبط معاكم. تعمدت انه نرفد لكم السلطه باش تشوفوا بلي كيفاش رايحه تجيكم ثقيله ماهيش راح تحبط ولا تجيكم سايحه ولا وتجيكم معمره بالبنه. واش نقولكم، شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا هذيك لاكريم بعد ما عمرتها كنت حطيتها على هذاك الكاطو اللي كنت درت له المارغرين، كنت درت له مارغرين لايبه. هنا تقدروا ديروا بلا بوش، تقدروا ديروا كيما انا بالمغرفه، تقدروا كيما حبيتوا كيما قلت لكم تقدروا ديروه في الساغسو. شوفوا هنا تحطوا هكذا كيما انا بالمغرفه مسحوها من الفوق. شوفوا انا هذه هي الكميه اللي درتها لي تاع الباكي تاع الفلون والكاس تاع الحليب، كان دارت لي هذه هي الكميه كامل. شوفوا كيفاش انا هنايا حطيتهم تكوتي ورحت جبت الكونفيتور. انا هنايا من الفوق حبيت نزينهم بالكونفيتور تاع المشماش كيما تقدروا نتوما ديروا لهم كونفيتور عفوا كونفيتور تاع لافريز، كيما تقدروا ديروا لهم كونفيتور يكون مخدوم في الدار تاع لافريز كيما حبيتوا الكل اللي تحبوه. كيما تقدروا شويه كراميل تكون عندكم كيما هذيك اللي تتباع تاع الطوفيه ولا اي كراميل حبيتوها تقدروا ديروها من الفوق. ولات كيما حبيتو كيما هكذا وتخلوه تزينوه غير بشويه كاطو. انا كنت استعملت هذا الكونفيتور تاع السيم الكو تاع فخاس. شوفوا كنت خلطته تري بيان كي يجو شويه جامد
خلطته بالمغرفه ومن بعد بديت نحطو من الفوق. شغل نديرلو غير شويه هكذا كوش خفيفه. شوفوا هذه هي كان مع الاخر كنت زينتها هكذا بشويه نتاع البنان. كيما تقدروا ديروا البنان في الوسط من بعد تحطوا عليه من الفوق كراميل نتوما وما حبيتو صح في لاكريم. انا حبيت نحق لكم لاكريم باسكو هذيك لاكريم فريمون بنينه. من الفوق ولا من الكاطو ديروا نتوما واش حبيتو صح في لاكريم فيها واحد البنه. واش نقول لكم هنايا كيما راكم تشوفوا شوفوا الطبقات كيفاش يجوا بنينه بنينه. قد ما نشكر لكم فيها اقليل ماشي كيما تجربوها وتذوقوها وتقولوا لي نتوما رايكم فيها. كيما راكم تشوفوا شوفوا شحال جات بنينه وجات حاكمه روحها يعني ماشي ليكيد فريمون بنينه. نتمنى انها تنال اعجابكم. كيما تقدروا تاني تقدموها هكا في رمضان كتحليه في السهره كيما تقدروا تحطوها لضيوفكم. كيما راكم تشوفوا كانت هذه هي الوصفه تاعنا اللي جبتها لكم نهار اليوم. نتمنى انها تنال اعجابكم. هنايا لحقنا لافين تاع لا فيديو. نقولكم لي عجبتها لا غوسيت ما تنسانيش بالجيم وكومونتير وبارطاج بيان سور. وبقى لي نقول لكم تهلاو في روحتكم تهلاو في صحتكم. تلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام.